عظيمه من غير هري كتير. الفلوس اللي ليك عند الحاج صابر زمان المحامي بتاعك بياخدها من النيابه دلوقتي، والمعلم صابر هيرجع يفتح المحل من جديد وهيرجع يشتغل من تاني. يشتغل؟ ويفتحوا ايه ان شاء الله؟ هيبيع كشري؟ لا، هيبيع سمك وجمبري وقراميط. تعالى كل معانا. مفيش سمكه واحده هتنزل السوق من غير امري. ما تيجي نشوف. علي باشا، المعلم حمدي توتو بيقول لك يا ريس كل السمك اللي انت طلبته وصل يا كبير. استنوا يا رجاله، نزلوا السمك. استنى هذا انت وهو، مفيش سمكه واحده هتنزل على الارض وتدكر فيك وتشيل طاوله ننزلها. خد يا ابني، دخل دي. تمام يا معلم. انا الدكر. عايزكوا تكسروا رجله اللي شالته وخليته يكسر كلامي. ما تهدي بس يا ماما، ما توترينيش. ما انت ايدك في المايه البارده، مش حاسه باللي انا فيه. الواد من تليفوناته كلها اتقفلت، وانا كل ما اسالك عن الناس اللي راح اخلصوا معاه مش بتردي عليا. ما هو ده كان شرطهم ان سيرتهم ما تجيش. طب انا اعمل ايه؟ انا عايزه اعرف عملوا معايا ايه. طيب طب وانا ايش عرفني؟ ما انا لسه مكلماه وما بيردش. ايه ده، في ايه؟ مش عارفه. دل على السلامة يا حاج، نورت بيتك والمنطقة كلها يا حاج منصور. نورت بيتك ومطرحك يا حاج، انزل على مهلك. ألف حمد لله على السلامة يا حاج. الحمد لله على سلامتك حقيقة. شكرا يا رجالة، ربنا يبارك لكم. شكرا. اتفضل يا حاج، اتفضل. على مهلك. اتفضل. على مهلك يا اخوي. اتفضل يا حاج، نورت بيتك ونورت الشارع ونورت الحتة. اتفضل اتفضل. يطلع بقى فوق عشان يرتاح. لا 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 لا، أنا هقعد هنا شوية. تقعد هنا شويه ليه؟ الدكتور قال لازم ترتاح في اوضتك عشان الجرح يلم. حاضر يا ألمص، بس خليني قاعد في وسط العيال شوية.
الحمد لله على السلامه يا اخويا، الف بركه انك رجعت بيتك بالسلام. الله يسلمك. سلامتك، الف سلامه يا خالي. الله يسلمكم. امال فين علي؟ لما ما جاليش المستشفى قلت اكيد هقابله هنا. ما اعرفش والله، بكلمه وما بيردش. هتلاقيه في مشوار ولا حاجه تبع الشغل يا حاج، ما انت عارف التوكيل الجديد والمعارض اللي بتتوضى. شغل على 1:30. انت يا ابني انت في ايه؟ ما تحترم نفسك شويه. بس يا جلال مش كده. لا كده، وعمي لازم يفهم كل حاجه. الو، في ايه؟ كلماني 5 مرات ليه؟ اصل حبيت اعرفك اني مش هقدر اعمل اللي انت قلت لي عليه، وما لحقتش اكلم روح عليك عشان اظبط شكلك قدامها، عشان هي راحت لاهلها القناطر مع استاذ علي. وعلي راح معاه ليه؟ مش عارفه، بس هما كانوا مستعجلين وروح وشها كان جايب الوان. طب فين انت دلوقتي؟ ايه رايكم بقى في الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني كلكم عارفين ان علي ماشي مع اللي اسمها كماليا دي ومحدش بيقول لي؟ يا ميادة مفيش الكلام ده. بلاش كلام خايب، منصور تعبان وعلي لا عيل ولا صغير، واحنا مش خرابين بيوت عشان نقول لك اي كلام على جوزك يا ميادة. كل الحكايه ان جلال عرف القصه فجاء قال لنا احنا خايفين لا يكون علي بيصرف عليها فلوس الشغل، فحطينا معاه جلال عشان يبقى عنا عليه. انا مش محتاج عيون على علي يا قلمص، انا ادي عيوني لعلي وامشي وراه وانا مغمض. مغمض؟ طب كاميليا دي في الاول ولا في الاخر طلعت واحده ارتست؟ امال هتعملوا ايه بقى لما تعرفوا ان علي راح مع البت اللي اسمها روح بيتهم اللي في الهناطر؟ البت دي اللي جابها دار الايتام، البيه سابنا وساب ابوه اللي طالع بالمستشفى وساب مراته وراح يفضي دماغه ويروق على حاله. هو ده يا حاج اللي انت مامنه على مالك وحالك؟ كمان؟ ليه؟ هو انا قصرت معاه في ايه؟ امال لو كان بيخلف كان عمل ايه؟ انتوا طبعا كلكم شايفيني دلوقتي انا اللي وحشه ومطفشه جوزي، مع ان انا اللي شايله الهم وراضيه وساكته عشانك يا خالي. ولا كلمه زياده. انا هقابل علي واعرف منه كل حاجه، مش عايز اي حد فيكم يكلمه لغايه ما اقابله وافهم منه. قلمص، انا رايح المحل عشان ابراهيم جاي لي. تروح فين انت تعبان؟ هو يجي لك. عايزان افضل قاعد في الجو اللبش ده؟ اعمل ايه؟ هخرج اشم شويه هوا. طب يلا معانا يا جلال يلا. عينيا يا حاج المص. ليه؟ هيجي يعمل ايه؟ ما هو يا حاج علي كان قايل له ان هو هينزل معاكم الشغل، ولا انت ليك رأي تاني؟